مسكلات. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، أصدقائي في كل مكان، اللعب بقى على المكشوف والمنتخب مخطوف، وفيتوريا سكرت عمال يهبط، وتوتة توتة خلصت الحدوتة، والمنتخب المصري في الكان قدم لينا أسوأ وأوحش حدوتة وحكاية لأسرة وعيلة، عيلة كبيرة، عزوة وسمعة وأهل وناس كتيرة، ناس معروفة في كل الجيرة بتاريخهم وبألقابهم وبحاجات كتيرة. العيلة دي عندها ابن زي ما حضراتكم عارفين أغلى حاجة في الدنيا، وكل ما يترجوه إنه يبقى أعظم ولد في الكون. جالهم ناس لابسين كويس وبيتكلموا كلام إنجليزي حلو، في وسط الكلام أقنعوهم إنهم ياخدوا الولد يربوه ويعلموه أحسن علام في أحسن مكان، وهم عليهم يدفعوا المصاريف، وعلشان هم ناس طيبين ونفسهم يشوفوا ابنهم مهندس ولا دكتور قد الدنيا وافقوا. وزي ما بقول لحضراتكم احنا ناس طيبين، لكن الحكاية للأسف ما كملتش كتير، ما طولتش. الولد مع أولى ثانوي شال مواد كتير، ويا ريته شال كيمياء وفيزياء ولا رياضة، لا ده شال كل المواد وسقط في كل التفاصيل. حكاية محبطة، تراجيديا قتلت الأمل والحلم ورغبة الملايين إنهم يشوفوا ابنهم قرة العين، يشوفوه أحسن واحد في الدنيا وأحسن واحد في الكون. وعلى رأي الراحل الرائع محمود عبد العزيز، جرائية ويصة، جرائية ويصة، جرائية كونغو، جرائية جماعة، جرائية فيتوريا، شايفني تعبان خد بإيدي اسندني، امال احنا بنديك فوق نفحتك نفحة ليه؟ تعالوا أصدقائي نتكلم على التفاصيل. كشف حساب، أجلنا الكلام، وحضراتكم لو شفتوا كل الفيديوهات من أول ما بقولنا وبدأت الاختيارات، اختيارات اللعيبة، وإحنا التزمنا إن إحنا كلنا ورا المنتخب، كلنا نساند، قلنا معلش الاختيارات ديت بيبقى فيها اختلافات، ودايما وجهة نظر النقاد والمحبين والعشاق واللي فاهمين دايما أحيانا بتختلف مع المدير الفني في رؤيته واختياراته، لكن هو اللي بيشيل الشيلة. فدايما خلينا يا أولاد مساندين، ومع نهاية الحكاية نبدأ نشوف ونقدم كشف حساب اللي هنبدأه مع حضراتكم من البداية حتى النهاية اللي تابعناها امبارح، وشفنا قد ايه الناس باتت زعلانة وغضبانة، لان زي ما قلت في المقدمة حكاية بايخة، حكاية وحشة، حكاية كنا حاسين ان هي دي هتبقى النهاية، لكن كنا بنغالط وبنقول معلش يمكن دي كورة مستديرة، يمكن ربنا رايد، وهو بالفعل ربنا كان رايد من البداية. خلونا نبدأ من البداية الاختيارات. اتكلمنا على اختيارات الحراس، عندنا حارس أساسي محمد الشناوي، وتم اختيار 3 حراس، أبو جبل وأحمد الشناوي وصبحي، واحد مصاب والتاني ما بيلعبش، والتالت مقدم أسوأ مستويات مع البنك الأهلي. لكن قلنا الخبرات والكلمات والحركات والإفهات والتاتا هنشوف الحكاية هتمشي ازاي. نخش على خط الظهر، قلنا في اختلافات في الأظهرة اللي على الأطراف، في ناس لعبة كتير وفي ناس متعورة ما لعبتش خالص، سواء عمر كمال المصاب مع محمد هاني اللي لعب كبير، تخش الناحية التانية محمد حمدي وفتوح، واحد لعب كتير وبيلعب
مع بيراميدز في بطولة دوري الأبطال، وفي بطولة الدوري، وفي بطولة الكاس، وفي بطولة السوبر، وواحد ما بيلعبش أي لقاءات لأنه موقوف من فرقته. والبطولة قوية وهنحتاج البدلة. نخش على قلوب الدفاع، خدنا الساعة السويسرية اللي بالمناسبة ما لعبتش ولا ثانية، وخدنا علي جبر، وخدنا عبد المنعم وحجازي واحمد سامي، وقلنا ياخد ياسر ابراهيم ضمه بعد اصابة اسامة جلال، لان اسامة جلال كان هو الاختيار. رحنا لنص الملعب لقينا كل اللعيبة شبه بعض. دخلنا على الجزء الامامي قلنا صلاح، فمش مهم ناخد حد بديل لحسين الشحات مهم، ولا بسام في حراسة المرمى مهم، ولا اي لعيب مهم، هم دول اللي هيمثلونا. قلنا تمام مفيش مشكلة، هم دول اللي يمثلونا واحنا وراهم، وان شاء الله يجيبوا التامنة. وبدأت الحدوتة مع مين؟ مع موزمبيق. موضوع خلصان، 3 نقاط مضمونين. لكن المفاجأة بعد ما تقدمنا بأول جون والحكاية ماشية منطقية ومفيش مشاكل ولا في خوف ولا في أي رهبة من أي فكرة ممكن تكون، لكن موزمبيق مش ردت علينا بجون، لا، دي موزمبيق ردت علينا بجونين في الشوط الثاني. ومش بس كده، دول هم أصبحوا كمان هم المسيطرين. وتخيلوا حضراتكم بعد ما كنا 3 نقاط مضمونين بدأنا نجري وبدأنا نشحت وبدأنا نحاول ان احنا ندرك التعادل اللي ما قدرناش نوصل له الا بركلة جزاء في الدقيقة 4 بلس 90. وقلنا الحمد لله ان محمد صلاح سددها وخبطت في القائم ودخلت جون وتعادل ومعلش نقطة ولسه المشوار. دخلنا على غانا، قلنا صحيح ده اختبار غانا البلاك ستارز، لكن الحكاية ان غانا مش هي غانا. الحكاية اللي اكتشفناها في الكان انه دول شيوخ غانا، وشيوخ غانا تقدموا علينا بأول الأهداف، لكن ربنا كرمنا بخطأ مدافع سجلنا التعادل. بعديها بدقيقة أضافوا الهدف الثاني وتقدموا علينا 2-1، لكن لحسن الحظ إنهم غلطوا تاني وادونا جون هدية علشان ربنا يسترنا ونتعادل 2-2. وقلنا الحسم والفصل معلش ربنا مخليهولنا في الجولة الثالثة أمام كاب فيردي اللي بالمناسبة كانت ضمنت التأهل ومش عايزة حاجة من المباراة، ولعبت ب7 لعيبة من التشكيلة اللي متاخدة مع العفش، وكل اللعيبة الأساسية ريحت وما عندهمش حافز ولا طموح، بل الحافز والطموح كان عندنا احنا، ان احنا لازم نكسب ونسجل أهداف علشان نضمن بطاقة من بطاقتي التأهل عن هذه المجموعة، المجموعة اللي احنا فيها مستوى أول. لكن كاب فيردي ب7 لعيبة مش أساسيين تقدموا وسجلوا فينا أول جون. نجري بسرعة علشان نتعادل، الحمد لله ربنا كرمنا وتعادلنا. لكن هي نفس الحكاية، استقبلنا تاني جون، مش استقبلنا تاني جون، لا، ده احنا اللي بحثنا على ان احنا نسجل تاني جون علشان نبقى مبادرين، علشان ده احنا اللي محتاجين. هم المباراة بالنسبة لهم مش مهمة على الإطلاق، كده كده ضامنين التأهل. تخيلوا حضراتكم سجلنا جون في الدقيقة 5 بلس 90 والكل حضن بعضه وبوسنا وهللنا وزيطنا وقلنا هنكسب في آخر لقاء وفي الوقت القاتل. وكانت ناقصة أيمن الكاشف عشان يقول ذا ماستر اوف سسبنس وسيد التشويق. تخيلوا حضراتكم بعد ما تقدمنا في الدقيقة 5 بلس 90
بعديها بدقيقة، دقيقة ونص، الكاب فيردي في أول ضغطة وأول هجمة تجيب هدف التعادل علشان المنتخب المصري ينهي مرحلة المجموعات ب3 نقاط. 3 نقاط أصابوا كل الجمهور المصري بنقطة، لأن بعد ما شفنا المستويات أدركنا إن إحنا بمجهود جيد، بتنظيم جيد، بفكرة، بشخصية، بروح، نقدر نوصل نروح لأبعد مكان. وكمان ربنا كرمنا إن إحنا تأهلنا كتاني المجموعة ب3 نقاط. خير وبركة، تلف اللفة ونواجه أسهل فرقة، الفرقة اللي إحنا تمنيناها، الكونغو، اللي بالمناسبة ما كسبتناش من 74. تخيلوا حضراتكم، فرقة شفناها في المباراة لو انت في وضعك الطبيعي تتغلب 3-4 مستريح وانت ما تبذلش اي مجهود. هو ويصة جراية ويصة. لكن تخيلوا حضراتكم، استمر انعدام الشكل وانعدام الشخصية وانعدام الهوية، انعدام الطريقة ان انت تكسب، خصوصا ان كمان الدنيا والسكة خضرة. اكسب تقابل غينيا اللي اطاحت بغينيا الاستوائية، حدوتة المجموعة الاولى اللي لبت الكوت ديفوار 4 وسط جمهورها. ربنا بيقول لك الطريق مفتوح، الطريق سهل ومباح، واذا اجتهدت شوية هتوصل للسيمي فاينل، والبعبع اسود الترنجة اذا كملوا هتقابلهم في السيمي فاينل، بينك وبين النهائي خطوة. لكن الحكاية كانت باينة، احنا اللي كنا بنعاند. ودايما اصحاب الحكمة بيقولوا لما تشوف المسألة وتشوف المقدمات ما تعاندش، ما تكبرش. وده يمكن اللي اثبتته الكورة. كلنا كان عندنا امل، خصوصا ان اول 10 دقايق في مباراة الكونغو كنا ممكن نجيب جونين بكورتين في منتهى السهولة، فرقة في المتناول. لكن استمر الوضع 90 دقيقة، ابتدينا نفقد المخزون البدني وابتدينا نفقد الرغبة. وطبعا في ظل فرقة بتأدي أداء جماعي مش أفضل مستوى، لكن بمستواها المتواضع نجحت إنها تسيطر. ودخلنا إلى أشواط إضافية، ودخلنا كمان في حدوتة محمد حمدي وطرد، ونلعب ب10 لاعبين، وبدأنا نلعب في آخر 25 دقيقة في الأشواط الإضافية بنقص عددي، وابتدينا المسلسل الهابط في تضييع الوقت وفي الدفاع وفي تطفيش الكورة. وأصبح الكونغو هو المرعب، هو الخطير. وابتدينا نقول يا رب نوصل لركلات الترجيح. هل يا ترى نعيد سيناريو 2021؟ ما احنا برضو بدأناها، بس بدأناها أمام الكوت ديفوار، وكان الكوت ديفوار فرقة قوية وخطيرة ومنتهى الشراسة، غير الكونغو خالص، الطيبة الهادية اللي في المتناول. دخلنا إلى ركلات الترجيح لكن ما مشيتش الأمور. وأبو جبل رغم أنه بص على الإزازة لكن راح 7-8 ركلات ناحية اليمين. وأصبح لاعبي الكونغو فاهمين ان ابو جبل بيتحرك بدري. عشان كده شفنا اكتر من ركلة ترجيح بالكربون يا حبيبي، بالكربون، يا اما في نص المرمى يا اما في الناحية الشمال، الناحية اللي ما راحش فيها خالص ابو جبل. لكن احنا مش هنتكلم على التفاصيل اللي حضراتكم عارفينها وللأسف بتوجعنا ومضايقانا ومحزنانا
على حال الكورة. وزي ما بنقول إن الحكاية مش خطأ واحد تقدر تشاور عليه، ولا خطأ أبو جبل، ولا خطأ محمد حمدي، ولا خطأ محمد صلاح، ولا خطأ التشكيل، ده خطأ كبير. كل الأخطاء اتجمعت في سلة واحدة، بداية من الاختيارات، بداية من اختيارات فيتوريا، اختياره شخصيا ضحك علينا بالنتائج الودية، وضحك علينا ان احنا المكسب بيجيب مكسب، ودي حقيقة. لكن الحقيقة كانت مفزعة وخطيرة في البطولة المجمعة. دخلنا البطولة زي ما دخلنا زي ما خرجنا، وما فرقناش كتير عن الجزائر وتونس وغانا. ده في ناس وصلت بتقول الحمد لله ان احنا خرجنا وما قابلناش الفرق الكبيرة لانهم كانوا هيزعلونا. هي وصلت المرحلة ان احنا نقول الكلام ده على منتخب تسيد القارة الافريقية وما زال هو صاحب المقام الرفيع في بطولة الامم الافريقية؟ ده العالم كله بيقول مصر لما بتيجي بتدخل دايما من الباب الكبير، لانها عندها التفاصيل، عندها تفاصيل الشخصية، شخصية البطل، البطل اللي بيعرف بمجموعة لاعبين يوصل لأبعد مدى. لكن كل الأخطاء في سلة واحدة. شفنا مشكلة صلاح وانقسام الناس وانقسام الجماهير والتصريحات والبيانات الخاطئة اللي مش في توقيتها، والحوارات وانقسام اللاعبين والشخصية والتبديلات والتغييرات واختيارات اللاعبين. مفيش رؤية، مفيش فكرة. كلام يمكن حضراتكم سمعتوه كتير، والناس اللي سنها كبير يمكن سمعته في مواقف قبل كده كتير. هو نفس الكلام، وهو نفس الموضوع، وهي نفس الحلول، وهي للأسف نفس الأشخاص. هي مش عايزين نخترع العجلة. العجلة اخترعوها من مئات السنين. حط الراجل المناسب في المكان المناسب. بقى معقولة فيتوريا هو ده المشروع؟ معقولة فيتوريا هو ده المشروع ل2026 وهي دي النتيجة اللي احنا شفناها وشافها الملايين؟ حد يجاوبني، حد يقول لي هل فيتوريا قدم أداء جميل؟ هل فيتوريا قدم شخصية لمنتخب مصر تشرفنا وتعبر عن الكورة وعن فكرة حضراتكم عن الكورة في مصر؟ هل فيتوريا قدم لاعب جديد؟ هل فيتوريا في المستقبل عنده جديد؟ طب هل فيتوريا بياخد فلوس قليلة على قد الإيد؟ مش معقولة، مش ممكن، مش معقولة. زي ما بقول في التعليق، مش ممكن، مش معقولة، مش ممكن، مش معقولة، مش ممكن، مش معقولة تحط كل المعايير الغلط ومنتظر نتيجة سليمة وصحيحة. عمرها ما حصلت ولا هتحصل، وإذا حصلت بالصدفة مرة لكن مش هتدوم. وربنا دايما بيبعت لنا علامات علشان الناس الطيبة، الناس اللي بتحب كرة القدم وبتحب اسم منتخب مصر وعارفة قيمة كلمة مصر. استقيموا يرحمكم الله. وادي القطايف واللطايف وكل الحلويات والمشكلات